هحكي لكم حكاية كوميدية جدا جدا. أول عربية جبتها عشان أتعلم عليها السواقة كانت عربية صغيرة كده اسمها غريب وشكلها غريب، وهي بباب واحد أو ببابين يعني قدام بس. اسمها ترابانتا وصناعة ألمانية. تخيلوا العربية دي كانت عبارة عن رفارف خشب وسقف خشب، خشب، اللي هو الفورمايكا ده. يعني أنا بعد ما اشتريتها بخبط عليها كده لقيتها بتطبل، فاكتشفت لما سألت عليها قالوا لي ده خشب فرومايكا او ابلكاش، ما فيهاش غير الشاسيه بس اللي حديد، والشنطه والسقف والبيبان ابلكاش. المهم ما علينا، هي كان حجمها صغير، قد السات كده، بس قصيره كمان على الارض، مش سيت، تبقى قاعد كانك قاعد على رصيف وانت سايقها. المهم يعني انا شبعت تريقه من الناس وقتها، فقلت مش مشكله التريقه، المهم ان هي بتقضي الغرض وبروح بقى شغلي وخلاص على كده. مش ده المهم. المهم بقى مره ماشي على الطريق الدائري وجاي من اكتوبر، اللي هو اتجاه نزلة اسكندريه الصحراوي، من اكتوبر وانت نازل من فوق كده الحته العاليه دي اللي هم عرضوها دلوقتي، اللي بتجري جامد لتحت وانت نازل بالعربيه قبل نزلة اسكندريه على طول، اللي هي بتنزلك على الرمايه. تمام. ونازل بجري بقى، وانا كنت مركب فيها 4 سماعات بيضاوي كده بايونير، هم نفسهم اكبر من العربيه، ووحده صوت وبتاع، وكانت العربيه السماعات كانت بتقلبها، وفعلا كانت بتقلبها. المهم انا من قوه الصوت ده انا نازل النازله ديت وبجري بسرعه مثلا 70 80 90، يعني هي كان اخرها 100، 100 دي بتتفرتك لما بتجيب ال 100. المهم انا نازل بجري في حدود 70 80. وشفت بقى لما كان احمد حلمي في الفيلم بتاع آه، لا يا رب مش احمد حلمي، كان رامز جلال، لما نزل يجيب الساعة والبنت قعدت في العربية اللي هي زينة وشغلت الكاسيت عالي وعمالة ترقص وتعمل مش عارف ايه، وهو بيطحن بره. هو ده اللي حصل معايا. انا بقى مندمج مع السماعات البايونير والعربية ماشية تترج ومش عارف ايه، وببص كده على شمالي جنب الرفرف الشمال، لقيت عجلة بتجري، عجلة بتجري قدامي كده سبقتني. فانا في ثانية سرحت كده في خيالي بقول هي العجلة دي بتاعت مين؟ مجرد ما بقول في على بالي كده العجلة دي بتاعت مين، لقيت العربية راحت عاملة كده. قلت يبقى عجلتي. اول ما عملت كده عرفت ان هي دي عجلتي. سابت العربيه وجريت مني، وبقيت انا ماشي ب3 عجلات. طبعا ادوس فرامل، مفيش الفرامل طبعا طارت مع العجله، والزيت بتاع الفرامل الباكن راح في داهيه. وانا بقى رايح عاوزه تلف مني يمين، اروح انا لف في الطاره شمال، الاقيها تلف شمال، اروح الف في الطاره يمين عشان ما تتقلبش. ها فضلت زي المرجيحه لحد ما وصلت. خلاص الطريق بقى بيلف عند الناس، يا اما انا طبعا مش عارف اتحكم فيها، هي عماله مرجعها بس عشان ما تتقلبش، لكن مش بوجهها، ده انا بحاول اخليها ما تتقلبش بس. هموج معاها شمال ويمين عشان ايه؟ كل ما تيجي تتقلب اروح انا رايح معاها شمال ويمين، لكن لا في فرامل ولا في دريكسيون ان هو يحوط بيها ولا الكلام ده كله. فالطريق بيلف وانا خلاص رايح هلبس في الخرسانه بتاعت الطريق الدائري. إذ فجأة ربنا ستر وراح لقيت شوية رملة كده في حوالي 2 3 متر مربع، وارتفاعهم حوالي 20 سم قبل الخرسانة على طول. راحوا حاكين طبعا العربية لما على الأرض بتطلع شرار، والحديد هو اللي بيحك في الأرض. الرملة دي راحت كتمتها، راحت موقفاها. نزلت ببص كده لنفسي، المهرجان ده مشيت مثلا بتاع 500 600 متر والعربية ما فيهاش خربوش، وأنا مفيش خربوش. فقلت الحمد لله. بروح كده عند الخرسانة لقيت بيني وبين الخرسانة شبر بالظبط، بين بوز العربية والخرسانة. قلت الحمد لله. وموطي كده ببص على العجلة اتفكت ازاي وطارت ازاي، وبقول الحمد لله. لقيت حد بيخبط على كتفي، قلت الناس جايه تطمن عليا. ببص لقيت امين شرطه، قلت برضو الراجل جاي بيطمن عليا. طبطب عليا مرتين، في الاخر راح حاطط ايده على كتفي وقال لي قدامي على الظابط. قدامك على الظابط؟ انا فكرتك جاي تطمن عليا وتقول لي سلامتك. قال لي تعالى معايا للظابط عايزك.
رجعت لورا، مشيت حوالي 300 400 متر، اتاري الظابط واقف الناحيه التانيه بالبوكس، وانا ما خدتش بالي، انا كنت مركز في اللي انا فيه، وموقف عربيه نقل بيشوف الرخص بتاعتها والكلام دوت. ده العادي يعني اللي في الطرق. وبص ورا العربيه النقل، لقيت عربيه ملاكي جديده لانج بيجو 308، لسه اللزق الابيض ده عليها. لقيتها من النص زي ما يكون داخله في عمود، والله زي ما بحكي لكم كده بالظبط، هو ده اللي حصل. العربيه زي ما يكون داخله في عمود، الاكسدام الاكسدام بالكبوت بكله واقفين كده زي البرج، زي الهرم قدام الازاز بالظبط، والراديتير داخل على الموتور، وكاني داخل في عمود في النص بالظبط. فانا ما شغلتش، انا دي لفتت نظري واقفه على العربيه النقل. انا رحت عند البوكس اللي هو قدام العربيه النقل. آه، ايوه يا فندم. قال لي رخصك، رحت مديله رخصتين. قال لي انت كسرت العربيه اللي ورا دي. قلت له ازاي يا فندم، اذا كان انا الناحيه التانيه ومفيش في عربيتي اي خربوش والحمد لله ربنا ستر قال لي سيادتك العجله بتاعتك كسرت العربيه دي. قلت له العجله بتاعتي يا باشا، ده انا ماشي الناحيه التانيه والعجله طارت الناحيه التانيه. قال لي ما سيادتك ما عرفتش تتحكم فيها، العجله عدت الناحيه التانيه وقابلت الزبون ده. ولقيت الراجل مع واحد صاحبه عمال يصوت، انت هتصلح لي العربيه، تجيب لي عربيه جديده. المهم الظابط قال له يجيب لك عربيه جديده إيه يا عم، ده عربيته ما تجيبش تمن عجله من عندك. العربيه ايامها كانت ب 3000 جنيه، بعت فيسبا ب 5000، وصاحبي قال لي تعالى اجيب لك عربيه بال 3000 جنيه، ويعني الفيسبا اغلى منها. المهم قلت له يا فندم انا يعني انا معاك، اعمل محضر وانا قدام وكيل النيابه او القاضي اقول لهم العجله طارت غصب عني. الظابط قال لي ما هو انت المسؤول عن اشيائك، لم اشيائك، ما تخليش اشيائك تفلت وتجري منك. قلت له طب يا فندم اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل حضرتك محضر لينا احنا الاثنين، والقانون ياخد مجراه، لو انا مذنب اتحاسب. المهم الراجل تقريبا كان مأمن عليها ولسه مشتريها وراح يرخص، وكانت لسه معلهاش نمر. ف ما تعرفش ايه اللي حصل. المهم قال لي انا مسامحك، وراح جاب ونش وهو مجهزه. الونش جه واحنا اثناء ما بنتكلم في الربع ساعه ولا نص ساعه اللي وقفناها، راح واخد الونش بالعربيه وقال له انا مسامح يا فندم وما تكتبش اي محضر. المهم الظابط لما الراجل مشي زي ما تقول انا صعبت عليه، وقال لي انا مش هعمل محاضر ولا هعمل حاجه، بس تصلح عربيتك وتجيبها لي وتجيلي الكمين. وخد الرخصتين ومشي. طبعا انا اتصلت بالميكانيكي بتاعي، الله يرحمه بقى، توفى هو دلوقتي، كان اسمه عادل سكله، ما يجوزش عليه غير الرحمه. كلمته قلت له تعالى لي عشان انت لسه عامل لي حاجه في العفشه ولا في الفرامل، وما ربطتش على العجله كويس، ما ربطتش على صاموله الكوبلين كويس، فطارت العجله. قال لي جاي لك. فضل لطيعني يجي ساعتين ثلاثه يقول لي جاي لك جاي لك. المهم انا اتصرفت ورحت ايه، طبعا العجله بتاعتي اتطبقت كانك مطبق علبه كنز. فكيت الطنبوره من العجله اللي متطبقه، ورحت مركب الستبن معايا ورحت مركبها. والمهم ايه، العربيه ما بتمشيش غير على سرعه 15 20، وماشيه بقى اتاري الاستبن بقى مع الخبط، مع الاستبن فيه رفه والدنيا في العفشه بايظه تحت، وماشي بقى عامل كده درجن ده انا سرعه 15 20. الراجل بقى في الكمين بتاع صفة اللبن على بعد مثلا بتاع 5 6 كيلو. المهم مشيتهم دول في ساعتين لحد ما وصلت له، ودخل درجن. طبعا ولا في فرامل ولا في اي حاجه. الامنا عاملين الحواجز، حاسب واقف، هخش في الكمين بقى. راح عند الكمين مش عاوزه تقف، هخش في الكمين لقيت الظابط هو كان مقدم كده، قال لهم افتحوا له وسيبوه. المهم فتحوا لي الحواجز، العربيه دخلت، فضلت شد فرامل اليد وارجع غيارات ومش عارف. المهم قبل ما اوصل له رحت واقف قبليه بالظبط، كان هو على مسافه كده من الحواجز بتاعت الكمين. قلت الحمد لله. اول ما وقفت لقيت لك كله بيقع في الارض من الضحك، والظابط بيحكي لهم بيقول لهم الراجل ده عمل فيها جاكيت شان وعمل مش عارف ايه بالعربيه. قلت له والله انا ما عملتش يا باشا، ده هي اللي عملت. انا كنت قاعد ماسك الطاره، تروح شمال اجي لها يمين، تروح يمين اجي لها يمين شمال، لحد ما الرمله وقفتها. هي اللي عملت فيها مش انا اللي عملت فيها، وستر من عند ربنا. قال لي بص ما تبيعش العربيه دي، قدمها احلال، ولو انا منك ما استلمش غير اوبل، اقل حاجه اوبل، ما تفرطش فيها. قلت له ماشي. قال لي خد يا عم الرخصتين اهم، وانا ما كتبتش اي حاجه عشان انت سبت عليا، وربنا يرزقك باحسن منها. والحمد لله ربنا رزقني بعربيه احسن منها، وغيرت 3 4 مرات لحد ما جبت العربيه ايه اللي معقوله شويه يعني. الحمد لله رب العالمين. ودي كانت قصه اول تجربه ليا في العربيات.
وشكرا.